ولكن الكره العرضيه خطيره وهوبا يا راجل، ولكن فين؟ ماشي فيكتور سريع وعدى فيكتور وداخل المنطقه بيمر لشريف والتسديده لشريف. انا بشكر كل الناس النهارده، الفرقه عملت ماتش كبير، كانوا رجاله جدا 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 لابعد الحدود يعني. في ضغوط كتيره في الملعب من الجمهور، في جمهور كتير حاضر وبيتكلم وبيعمل مع بيضغط على الحكم طبعا، والجهاز الفني بتاعهم على طول في الملعب كل شويه. لاعب تيم كبير زي تيمنا برو، عامل نتائج كويسه الماتش اللي فات، متعادل مع الجمهوريه وكسبان غزل المحله تاني المجموعه هنا على ارضه. فريق كويس، تيم كويس، الحمد لله رب العالمين، كنا رجاله على اعلى مستوى. الحمد لله اللعيبه كانت رجاله قوي النهارده، ونفذنا اللي كان الكابتن احمد سعيد عاوزه مننا، طريقه لعب نفذناها زي ما هو كان عايزها، والحمد لله احنا كنا قرب للفوز بس ما فيش نصيب وكده، والحمد لله على كل شيء. طبعا لازم اتعصب، ما تتعصبش ازاي؟ انت متفرج على المباراه، ده اداء حكم والله العظيم ما ينفع يحكم في ساحه شعبيه، اقسم بالله. انا مش انا والاذان اللي بيأذن ده لما ينفع ما ينفعش 4 ضربات جزاء، والله من ينزل يديله ضربه جزاء يعاند ويدي للراجل بتاعي انذار يوقفوا لي الماتش الجاي، يعني بيضرني الماتش ده وبيضرني الماتش اللي جاي كمان. مش راضي طبعا على البونت عشان انت شايف الحكم جاي علينا في 4 ضربات جزاء مؤكدين، لو حتى 3 مؤكدين وواحد عادي، واللعيبه بنضيع قدام بس مفيش توفيق من المهاجمين. بس ان شاء الله نعوض على الماتشات الجايه، وباذن الله هنجيب كل البطولات اللي فاتتنا دي كلها ان شاء الله الماتشات الجايه باذن الله. قدم فريق نابورو وديكنس مباراه قويه وخرج بالتعادل بدون اهداف من ملعب نابورو الرياضي. محمود خالد، التلفزيون المصري، قناه القاهره، برنامج كرة بلدنا.